السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بأحسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم هاد لي كيش هادو كيوجدوا بالسربه وساهلين. هاد الفيديو ما كتبش نحطو لكم، كنت درتو العام اللي فات ودابا عاد درت له المونتاج. وبلا ما نطول عليكم بزاف ندوزو للمقادير والطريقه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، اول حاجه عندنا هنايا هي البصله، تقريبا بصله صغيره او نص بصله كبيره، و250 غرام ديال الكامباس او الكروفيت، وكاس ديال الحليب صغير. وبالنسبه للفرماج انا استعملت جوج ديال الانواع، شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الشيتاخ، وكذلك هذاك المربعات ديال الفرماج حتى هما تقريبا استعملت جوج، ومعلقه ديال الزبده ومعلقه ديال النشا. اللي ما عندوش النشا يقدر يعوضو بالدقيق، معلقه كبيره، والملحه والبزار اللي هما ضروري في هذه الوصفه. وبالنسبه للعجين انا ما درتش العجين ديال الكيش، انا درت هذا العجينه المورقه، كيجيو بها زوينين بزاف، غير جربوها وكيجيو خفاف. يعني على ديك العجينه ديال الكيش كتكون شويه ثقيله. وبالنسبه للطريقه، خديت هنايا البصله هي الاولى، شحرتها شويه، وفي نفس المقله كنديروا عاوتاني شويه ديال زيت العود، وكنضيفوا لها هذوك الكامباس وشويه ديال الملحه وشويه ديال البصار، وكنشحروا حتى هو. وهنايا في كاسرونه كنديروا هذاك الحليب وكنضيفوا عليه ديك معلقه ديال الزبده، وكذلك شويه ديال الملحه وشويه ديال البصار، وكذلك كنضيفوا ديك المعلقه ديال النشا وديك الفخوماج حتى هو اللي كان عندنا، والملحه والبصار. وضروري تخلطوا هنايا مزيان وتخلوا العافيه، يعني ما تجهدوش بزاف البوطه، نقصوا لها وبقاو تحركوا باش ما يتحرقش لكم هذاك الشيء. وهذا هو القوام ديالو. من بعد كتضيفوا ليه هذاك البصله وهذوك الكامباس، انا مشى ليا داك المقطع خلطتهم مع بعضياتهم كاملين. من بعد خديت العجين المورق وخديت هذا الطابع هذا قطعت به دوائر، ومن بعد خديت هذوك القوالب اللي كنديروا فيهم المادلين، دهنتهم شويه ديال الزبده ودرت ليهم ديك العجين من الفوق، وخديت هذيك الخليط وعمرت بهم كاملين. ومن بعد ضفت لهم هذاك شويه ديال الموتزاريلا، درت لهم من الفوق ودخلتهم الفران، ما كياخذوش وقت بزاف. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. ضروري تخليهم تدخلوهم الفران يكون سخون و200 درجه، وهكذا يعني هذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى انه يعجبكم وتجربوهم. وهنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، ما تنساوش تخليوا لي لايك الى عجبكم طبعا، وللتشجيع فقط. والى اللقاء.